هل لازم أقدم خط سير لرحلتي من ضمن أوراق التأشيرة؟ وسؤال حلقة النهاردة بيلخبط ناس كتيرة جدا، هل لازم أقدم خط سير الرحلة من ضمن ورق التأشيرة ولا مش مهم؟ والإجابة هي أيوة لازم. خط سير الرحلة من أهم الحاجات اللي بتشوفها السفارة علشان تفهم من خلاله نية سفرك، ومن خلاله بتفهم تخطيطك ماشي إزاي. طيب هو يعني إيه أصلا خط سير؟ يعني خط سير رحلتك هتقعد فين وهتزور إيه، وتاريخ الوصول وتاريخ المغادرة، وأسماء المدن اللي هتزورها، وأماكن الإقامة، ووسائل النقل بين المدن، والاماكن السياحيه اللي انت ناوي تزورها خلال رحلتك. اكبر غلطه الناس بتعملها ان هم يكتبوا خط سير عشوائي للرحله او ما يكتبوش خالص، وده بيخلي السفاره تشك ان نيتك غير واضحه. علشان كده لازم يكون من خلال شركه سياحه علشان تعملهولك بشكل محترف. طيب هل لازم خط السير ده يكون معتمد من شركه؟ طبعا ده هيخلي موقفه اقوى، بس لازم يكون متنسق صح ومرتب ومكتوب بشكل واضح ومفهوم، ولازم يكون حجز الفندق والطيران مربوطين بخط السير ده. ونصيحتي ليكم فكر زي موظف السفارة، لو الورق مش مريح ومنطقي الرفض اسهل بكتير. اسأل وافهم وسافر مع منفيس.